ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حلقتنا اليوم لابد أن تكون في شهر رمضان، كيف لا؟ وغدا أو بعد غد تنتظر الأمة الإسلامية قدوم هذا الشهر الفضيل العظيم المبارك. باسمكم جميعا يرحب بضيفنا الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف والباحث في القرن الأفريقي، شيخنا وتاج راسنا. أهلا وسهلا بشيخنا ومرحبا به. مشاهدي الأكارم، سنناقش في هذه الحلقة ما يتعلق أولا بفضل هذا الشهر الكريم، ثانيا كيف نستقبله، ثالثا ما هو برنامج المؤمن في هذا الشهر الكريم، رابعا بعض ما يهمنا نحن الإريتريين وتاريخنا في استقبال شهر رمضان الكريم وكيف نودعه. كل ذلك إن شاء الله تجدونه في هذه الحلقة الكريمة، فإلى الحوار. أهلا وسهلا بشيخنا حبيبنا. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. ما هو فضل هذا الشهر الكريم، ولماذا أوجب الله علينا صيامه وقيامه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدرك هذا الشهر ويوفق لقيامه وصيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لشعبنا في الداخل والخارج، وأن يجعل هذا الشهر شهرا مباركا علينا في ديننا ودنيانا. بالنسبة لشهر رمضان، فضله معلوم لكل مسلم، ولكن من باب التذكير والتعليم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار، فله اختيار في عوالم المكان وعوالم الأشخاص، وله كذلك اختيارات في عوالم الزمان. فالله سبحانه وتعالى في الأزمنة اختار شهر رمضان ليكون زمانا لنزول القرآن، وليكون كذلك زمانا لأعظم فريضة من فرائض هذا الدين وركنا من أركانه، وهو شعيرة الصيام التي وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5، منها وصوم رمضان. وفرضه كذلك متحتم ومتأكد في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فإذا فضله هو فضل هذا الشهر أن فيه فريضة من فرائض هذا الدين، هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا من فضائله أنه مكان لنزول أو زمان لنزول القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى عندما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، دل ذلك على أن بدايات نزول القرآن أو كل نزول القرآن كان في السماء الدنيا إلى في شهر رمضان. إذن جعله الله سبحانه وتعالى أن يجعله مكان زمانا لنزول كلامه، فإن ذلك من أعظم ما يمكن أن يكون في اختيار الأزمنة. الأمر الثالث أيضا، خص الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بأن جعل فيه ليلة في شهر رمضان، ليلة مباركة. هذه الليلة هي أعظم ليالي رمضان، وهي ليلة القدر. العبادة فيها والقيام فيها والتلاوة فيها وكل عمل يقوم به الإنسان في هذه الليلة فإنه يعدل
خير من 1000 شهر مما سواه. وهذا طبعا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة في هذا الشهر المبارك. أيضا جعل الله سبحانه وتعالى من أفضال هذا الشهر أن من صامه وقام فيه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سلام. ولا شك هذه طبعا من الأشياء العظيمة والكبيرة جدا. وبالتالي فإن الإنسان يعني عليه أن يسابق في هذا الشهر المبارك نتيجة لهذه الأفضال العظيمة اللي حقيقة لا يعدلها شيء فيما سواها. يعني نلاحظ مثلا هنالك أيام فاضلة في غيره من الشهور، ولكن شهر رمضان فيه هذه الأفضال العظيمة التي تميز بها حقيقة عما سواه. بارك الله فيكم شيخنا. وعلى المؤمن أن يستقبل رمضان يعني ببعض البرامج وببعض الاستعدادات. برأيكم كيف يستقبل شهر رمضان؟ الجزء الثاني، كيف يكون برنامج المؤمن في شهر رمضان؟ أحسنت. أول علينا أن نستقبل هذا الشهر بمسألة مهمة جدا، وهو قضية الإيمان والاحتساب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فلا بد الإنسان أن يدرك بأنه إنما يقبل على شهر فيه فريضة وفيه ركن، وأجر هذا الأمر الله سبحانه وتعالى أضافه إلى ميزان الصبر، عندما قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصيام يندرج في أبواب الصبر ولهذا جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لي. فانظر سبحان الله إلى هذه العبارة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى الصوم لي، وكأنما ليست مهمة الملائكة في هذا الشهر إلا أن تسجل من صام، لكنها لا تستطيع أن تقدر. يبدو بقية الأعمال كلها لها فيها تقدير، لها للملائكة فيها تقدير، لكن سبحان الله موضوع الصوم بس عليها أن تكتب أن هذا صائم وهذا مفطر، والباقي بعد ذلك على الله. لماذا؟ لأن كما قال الصلاة في أبواب الذكر، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، والصوم في أبواب الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالإنسان عليه أن يقبل على هذا الشهر بهذه النية، إنه والله هو مقبل على الصيام، الأجر فيه لا محدود. أعد العبارة شيخ حسن. الصلاة تندرج في أبواب الذكر. في أبواب الذكر. يعني لما والصوم يندرج في أبواب الصبر. والصبر قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتوافق ذلك الحديث اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. وهذه طبعا فيها أقوال كثيرة جدا، لكن ما يهمنا فيها أن المؤمن سبحان الله ينظر إلى هذا الأمر العظيم، كأنما الله عز وجل يقول لك والله الجائزة التي أنا وضعتها للصائمين هذه لا يعلمها أحد سواي، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير. وبالتالي هذه المسألة، ما السر في ذلك شيخ حسن؟ السر في ذلك سبحان الله لأن مسألة الصوم يحبس فيها الإنسان نفسه عن الشهوات والرغبات والملذات، فهي مكروهة للنفس. هذه كلها قضايا مكروهة، وقضايا المكروهات القرآن الكريم يستخدم فيها كلمة كتب وكتب. مكروهات ولا مستحبات؟ لا، مكروهات بمعنى أن النفس لا تستسيقها بشكل طبيعي. لا تستسيقها بشكل. فالله عز وجل يقول كتب عليكم الصيام، ويقول كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص. القضايا اللي ما طبيعية يكتب فيها، يقال فيها كتب أو كتب. فنحن الآن أمام الصوم، هو أمر مكتوب لأنه والله أنت تحبس الإنسان عن قضاياه الغريزية العادية اللي مفروض والله تكون طبيعية. فهذا الإنسان الذي حبس نفسه عن المأكل، حبس نفسه عن المشرب، حبس نفسه عن الوطء، فإن كل ذلك يحتسب عند الله سبحانه وتعالى. وهنا طبعا الإنسان سبحان الله لما يخفف من المادة يرتقي في عالم الروح. يعني كلما أنت خففت في عالم المادة ارتقيت في عالم الروح. ولذلك آدم عليه السلام قبل أن يأكل من الشجرة كان إن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالإنسان سبحان الله أحيانا يرتقي في عالم الروح لهذه الدرجة. فهذه ميزة الصيام. وبعضهم أيضا يقول لأنه سر بين العبد لأنه سر كذلك بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، ترتقي فيه مساحات المراقبة لله عز وجل، وكذلك تضيق فيه مسألة جريان الشيطان في مجاري الدم، وبالتالي يؤدي ذلك إلى أن العبد جميل دكتور حسن. طيب الله سبحانه وتعالى. كيف يكون برنامج المؤمن برأيك؟ كيف يكون برنامج المؤمن، وما هي أفضل الأعمال المستحبة التي ينبغي المؤمن أن يحرص عليها في شهر رمضان؟ طبعا هنالك
أمران عظيمان لا يكاد يتخلف عنهم مسلم يصوم رمضان، اللي هو صيام النهار وقيام الليل. يعني ربطهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من صام رمضان، وهذا بالنهار، إيمانا واحتسابا، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وبالتالي المسألة الثالثة سبحان الله في قضية إيمانا واحتسابا هي أيضا من قام ليلة القدر. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدد 3 أشياء مهمة جدا للإنسان المحافظة عليها حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهو من صام رمضان وقام رمضان وقام ليلة القدر. هذه عبارة عن هدايا، زي ما نقول نحن هدايا مكفولة، عروض ربانية، عروض من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي على الإنسان هذه 3 أشياء الآن: تحرص على صيام رمضان، الصيام الذي يكون فيه الإنسان متقيا لله سبحانه وتعالى، مؤمنا بأن ذلك فرض الله ولم يفعله عادة أو اتباعا للآباء والأجداد، إنما يدرك أن هذا من الفرائض ومن الأحكام التي شرعها الله، يقبل عليها بالتعبد، أيضا يرجو ثوابها عند الله ولا يرجو ثوابها عند أحد، يأمل أن تؤدي به إلى التقوى، لأن الله عز وجل جعل غاية الصيام أن تؤدي إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون. طيب إيش التقوى اللي مرجوة؟ والله أنا يفترض أن تؤدي إليها عملية الجوع عن الأشياء هذه، هي تقوى الله بمعنى الوقوف عند الحرمات، أن لا تقتحم محارم الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فجعل الله سبحانه وتعالى التقوى في مقابل العدوان والبر في مقابل الإثم. فالعدوان هي اقتحام المحارم، فأهم شيء في التقوى أن الإنسان يكون وقافا عند حدود الله، وقافا عند حرمات الله سبحانه وتعالى. إذا أقبل الإنسان على رمضان بهذه النية، أنه يريد أن يكون أمره إيمانا واحتسابا وأن ينال هذا الأجر العظيم، يبدأ بعد ذلك بهذه الثلاثية التي ذكرت: الصيام والقيام. والنقطة الثالثة يقبل أيضا على الصيام وهو مستعد بالتوبة الكاملة عما سبق. فكثير من الناس قد تكون له ذنوب، له آثام، له على كل سيئات فيما مضى. بعض القضايا سبحان الله تكفرها على كل، الصغائر تكفرها الأعمال، سواء من الصلاة إلى الصلاة والصيام إلى الصيام، لكن بعض الأعمال لا بد فيها من توبة قبل أن تدخل أنت على رمضان. جميل. وهل هذا في قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل يشمل الكبائر أم هي الصغائر فقط؟ على كل هو فضل الله، لا نستطيع حقيقة أن نحجره على شيء، لكن الكبائر بشكل عام القاعدة فيها التوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر. فإذا اشتمل صيامه على التوبة، إذا اشتمل بطبيعة الحال دخل على رمضان وهو قد أقلع عن الذنوب وعزم أن لا يعود إليها. نعم. كأنما سبحان الله يولد في رمضان مولودا جديدا، يخرج إن شاء الله من رمضان وهو قد غفر له ما تقدم، غفر ما تقدم من الكبائر بالتوبة، وغفر ما تقدم من الصغائر وغيرها بالصيام وبالقيام، وبالتالي سينال الإنسان إن شاء الله هذا. النقطة الثالثة أيضا من الأشياء المهمة جدا، لا بد أيضا الإنسان أن يقبل وقد تحرر من الشحناء، أن لا يكون مشاحنا. يعني لا يعقل أنت مقبل على الله سبحانه وتعالى في شهر هو كله نور وكله بركة وكله تقرب إلى الله، وأنت معادي خلق الله ومخاصم وفي مشكلات. والأسوأ من ذلك أن تكون هذه المشكلات مشكلات الأرحام، وللأسف الشديد هذه كثيرا ما تحصل. فكثير من الناس تجد في أقرباء لا يتصافون في هذا الشهر المبارك. فهذه من الأعمال الكبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني نصح أصحابه عليه الصلاة والسلام وحذرهم عن الحالقة، قالوا وما الحالقة يا رسول الله؟ قال فساد ذات البين، فإن فساد البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فنحن أمام فرصة حقيقة تاريخية لأن الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء اللي يفترض أن يقوم بها الإنسان في هذا الشهر المبارك قراءة القرآن الكريم، تدبره، معرفة معانيه، الإقبال عليه. هذه حقيقة من الأشياء اللي كثير من الناس ربما يغفل عنها. وهنا عندما نقول التدبر بطبيعة الحال، كثير من الناس قد تشغله عملية القراءة وأن ينال الحسنات أكثر مما يشغله أمر التدبر. نحن نقول على كل مطلوب من الإنسان أن يجمع بين سرعة القراءة
وبين التدبر لآيات الله، لأن الغاية من القراءة أن تكون متدبرا، أن تقف مع الآيات. ويا ليت كل رمضان يقف الإنسان مثلا ومعه شيء من التفسير المبسط، بحيث والله الكلمات اللي تكون صعبة يقف عليها ويقف على مفرداتها. وكثير من الأشياء سبحان الله حتى ونحن يعني نقول للناس افعلوا كذا، كل يوم يظهر لنا في كتاب الله أشياء. يعني اليوم الصباح أنا مثلا تظهر لي آية من كتاب الله فأرجع إلى تفسيرها وأجدها خلاف ما كنت أتصور. مثلا قول الله تبارك وتعالى وأهش بها على غنمي. الهش كنا نظن هو عملية إيه؟ محاولات الإشارة والتلويح بها، لكن تبين أنه والله المفسرين أنه هذه المسألة لها علاقة بمسألة الأشجار، أنه والله ينزل يضرب على الأشجار لينزل ما تأكله أغنامه. فكثير من الكلمات سبحان الله من هذا النوع يعني فقط للإشارة، هي أنك أنت والله محتاج أن تقف عليها، لأنه أحيانا بعضنا يكون أسير للمفردة المشاعة عندنا. جميل. طيب واصل الشيخ حسن. فمسألة فعليه أن يقرأ ويقرأ ويقرأ بتدبر. طيب. أيضا من الأشياء المهمة جدا لا ينسى الإنسان في هذا الشهر المبارك من التكافل. أحسنت. الوقوف على الفقراء، نعم. على المساكين، على الأرامل، على المطلقات، أصحاب الحاجات. وخصوصا نحن نمر هذا العام ربما بأسوأ، نسأل الله السلامة أن يبدلنا خيرا من هذا العام. يعني الناس تمر بحالة صعبة جدا، وخصوصا مع الحروب التي تدور، الأسعار مرتفعة والفقراء لا يكادون سبحان الله يجدون. فليت بعض الناس سبحان الله حتى لو أنه ما شاء الله إذا كان من الناس اللي كل سنة يعمر، أحيانا لو وفرت والله هذا الذي تذهب به وأنت ما شاء الله موفق كل سنة، لو وفرته للفقراء والمساكين قد يكون إن شاء الله يجمع الله لك بين الأجر الإطعام ويجمع لك كذلك بين العمرة. فهذه من الأشياء اللي على كلنا المهمة. أيضا موضوع العمرة من الأشياء اللي مذكورة في هذا الشهر، وربما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان تعدل حجة. هذه كلها إن شاء الله من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المسلم. مشاهدينا الأكارم أبقوا معنا فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب يقول الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رمضان هو شهر القرآن، شهر العتق والغفران، شهر ترفع فيه الدرجات وتجاب فيه الدعوات. فلنطف معا أحبة الكرام ولنتنسم عبيره وشمائله بصحبة ضيوف أعزاء ومشايخ أجلاء طوال أيام هذا الشهر الكريم، لنسلط الضوء على أهم القضايا والمواضيع الرمضانية التي تهم شعبنا الإريتري على امتداد هذه البسيطة. مع البرنامج المباشر لنتحاور في رمضان على شبكة سلام الإعلام. علا لبوتات بجنة بأمانة بدين أبوتاتنا نفعات يمنيرم بزوح طبوق تكبرات ما أورسومنا فمدما تاريخهم نحنا ندكنا نمحل الفردوك زي كتنفعوه كتمهارو سبقوت كتكونوا جاكانو كتكونوا تاريخكم فلوطو عب تلفزيون سلام كنا الرخبينا خطاتوا لنا
إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدينا الأكارم، عدنا والعود أحمد، حياكم الله. نواصل الحديث مع شيخنا شيخ حسن. أفدتنا جزاك الله خير بفضل شهر رمضان المبارك وأنه شهر القرآن، فذكرت أن لابد للمؤمن أن يكون له نصيبا من قراءة كتاب الله ليختم ولو لمرة واحدة، وذكرت أن شهر رمضان شهر التسامح، ومن هذا المنبر ندعو جميع إخواننا المسلمين الإريتريين خاصة وجميع المسلمين عامة أن يتسامحوا فيما بينهم. وكذلك ذكرت مسألة القيام وأهمية أيضا قيام ليلة القدر، ثم ختمت بالتكافل الاجتماعي بين المسلمين. نريد الآن ذكر برنامج المؤمن من حين يعني يجلس على السحور وحتى يعود إلى السحور مرة أخرى. أحسن. البرنامج يبدأ ابتداء طبعا ليلا لابد أن يبيت النية، هذه مسألة مهمة جدا من الناحية الفقهية. على المسلم أن يبيت نيته، سواء كان جددها يوميا على بعض المذاهب أو نوى نية واحدة للشهر باعتبار أنه عبادة واحدة ما لم يقطع ولم يكن فيها انقطاع، لا سفر ولا حيض ولا مرض ولا كذا، فبالتالي يمكن إن شاء الله تكفي. ولكن إن جددها فالنية تجديدها لا يضر إن شاء الله في مثل هذه الأمور. من لم يبيت الصيام فلا صيام. نعم. وبالتالي لا بد الشخص أن يكون هذه ليلا، أي قبل الأذان الثاني، يبيت النية قبل ذلك. فإذا دخل مثلا في اليوم الأول خاصة دخل قبل أن ينوي وأذن عليه الأذان الثاني، فإن هذا اليوم فات عليه، الله المستعان، عليه أن يقضيه. هذه واحدة. ثم الأمر الثاني وهو يبيت النية، لا بد أيضا الإنسان مسنون له أن يعد السحور. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الأمر، وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على السحور. والتجربة أثبتت سبحان الله أن من يتسحر يكون تظهر عليه بركة السحور في قوته البدنية. يا سلام. يعني مجربة هذه، وخصوصا إذا فقط أخذت تمرات، حتى لو كان الإنسان يعني ما يريد يأكل ولا يريد أن يكثر من الطعام، لكن عليه أن يلتمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التبرك بهذا السحور. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحض على أمر وهو ليس مفيد لنا في ديننا ودنيانا بطبيعة الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر، وكان يحض أصحابه أن يكون السحور متأخرا. نعم. والفطر يعني متقدم. لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فهذه على كل من مسألة الهدي النبوي في موضوع التسحر يكون على التمر. التسحر يكون على التمر أو على شيء مع شيء من الحليب، حتى على كل يتقوى الإنسان في نهاره ولا يكون، وممكن أيضا أن يشرب. نعم سحور المؤمن التمر. نعم سحور المؤمن التمر. فإذا تسحر الإنسان وخصوصا ترك بينه وبين الأذان مسافة، هذه الفترة يمكن أن يغتنمها في الاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى جعل وقت السحر وبالأسحار هم يستغفرون. هذه اللحظة مهمة جدا في الاستغفار. يعني كانوا ليلهم قياما وبالأسحار هم يستغفرون. وهذه طبعا استغفار الخواص لا استغفار العوام كما يقول ابن القيم. استغفار الخواص دائما يأتي خلف الطاعات لا خلف المعاصي. أي يعني الآن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن هذه اللحظة. ثم بعد ذلك يحرص الإنسان في برنامجه اليومي أن يصلي الجماعة يصلي الفجر صلاة جماعة. للأسف الشديد كثير من الناس تجده يصوم ويحرص على السحور وكذا، لكن تفوت سبحان الله صلاة الفجر ب20 دقيقة 25 دقيقة، لا يستطيع أن يحرص يذهب إلى المسجد ليصلي صلاة الجماعة. فليت نربي أنفسنا في هذا الشهر على الحرص في أن نصلي جماعة. يعني لو استطعت 30 يوم لا تفوتك صلاة الفجر. ونحن هنا نذكر بأن صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. فأنت إذن هنا أيضا في فضل من الله. ثم أيضا
يفضل أن الإنسان بعد صلاة الفجر يبدأ في تلاوة القرآن وفي أذكار حتى تطلع الشمس. ولو واظب مثلا على جزء واحد فقط بعد الفجر يوميا فإنه سيختم بطبيعة الحال القرآن بعد، إن زاد بعد ذلك إن شاء الله فهو خير. ثم بعد ذلك أيضا من الأشياء المهمة جدا الإنسان أيضا لا يعطل أعماله في رمضان، يعني حتى لا يفهم بأن رمضان هو شهر التعطيل، تعطيل الأعمال. يمكن الإنسان أن يباشر أعماله ويقوم في حياته، لكن سائر اليوم مهم جدا يستحضر أشياء معينة، وهو ما ذكرناه لعلكم تتقون. فليست القضية أن تحبس نفسك عن الطعام والشراب والمواطأة والجماع وأنت تسب الناس وتشتمهم فحش القول وفحش الأفعال والأقوال. هذه أيضا ليس لله حاجة في أن يضع الإنسان طعامه وشراب ما دام أنه والله هو لا يدع قول الزور ولا يدع العمل به، وإذا سابه أحد لا يستطيع أن يضبط نفسه، لأن قلنا الصيام من باب الصبر. فالصبر يعلمك هذا الامتناع عن الطعام، الامتناع عن الشراب، الامتناع عن المواطأة، الامتناع عن الإساءة. فإن سابه أحد قل إني صائم. وهذه طبعا خاصة متأكدة في صيام الفريضة وليس في صيام النوافل، لكن في صيام الفريضة عادي أن يقول الإنسان اللهم إني صائم، إشعارا للطرف الآخر بأنه أنا لا أريد أن أسيء لأني صائم. وهذه سبحان الله من القيم المهمة جدا التي يغفل عنها المسلمون للأسف الشديد. فتجد عندما ينزلون إلى الأسواق ولا ينضبطون بهذا الأمر تجد السباب وتجد الصخب وتجد اللعن والعياذ بالله أحيانا، هذا كله مما يناقض. فعلى كل في النهار مطلوب الإنسان أن يرعى صيامه من كل ما يجرح الصيام، سواء من النظر الحرام أو من الكلام الحرام أو من الإساءة إلى الناس أو من إيذاء الناس أو من أكل أموال الناس بالباطل في هذا الشهر، أو الاستماع إلى الحرام عليك النور. كل ذلك في نهار رمضان لا بد أن تستصحبه. فهذا كله يدخل فيما ذكرت من قضية البرنامج. أيضا بعض الأشياء اللي سبحان يغفل عنها الناس، وهو أحيانا تجده جالس في الدكان، مثلا هو جالس في دكانه وما يقرأ ولا يذكر الله. في رمضان لا بد من أن ولتكبروا الله. فأنت في هذا الشهر المبارك عليك أن تذكر الله وتكبر الله وتسبح الله حتى لو ما عندك تلاوة، لكن لا يمنعك ذلك من والله أنت هذا اللسان سبحان الله أخف شيء يمكن للإنسان أن يكون إن شاء الله في هذا الشهر المبارك، خاصة العامة اللي أحيانا ما تتاح له فرصة أن يكون مثلا على طول الخط جالس في التلاوة، لكن عندك ما شاء الله واذكروا الله ذكرا كثيرا. وهذا الذكر سبحان الله جعله الله سبحانه وتعالى أعظم الأبواب لأنه غاية في ذاته. صحيح. أعظم. ثم بعد ذلك بطبيعة الحال عندما تأتي الفترة المسائية على الإنسان أيضا أن يعطي نفسه ما قبل المغيب فرصة التسبيح، فرصة التحميد، فرصة القراءة لو استطاع. ثم أيضا قبل المغيب ليته يتوجه إلى الله بدعوة، يذكر الله سبحانه ويدعوه دعاء ذكر ودعاء مسألة، على كل يجمع الإنسان بين الأمرين. يا سلام. يجمع الإنسان الدعاء. هل فيه أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا عندنا بالنسبة للدعوة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عند الصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل جعل الله للصائم دعوة لا ترد عند فطره. نعم. وطبعا هنا عند فطره تحتمل الإفطار اليومي وتحتمل الإفطار النهائي، لكن المسلم يحرص عليها جميعا. فتظل تحرص عند كل يوم في الإفطار، ثم إن شاء الله قد تكون الهبة الكبرى عندما تخرج من رمضان، وهذا طبعا هدية عظيمة من الله. فهذه أيضا من الأشياء المهمة جدا. أيضا عندما يأتي الإفطار مهم أن ننبه الناس إلى التركيز أول في أنه والله يتيقنوا من الأذان. كثير من الناس سبحان الله تحصل أخطاء في هذه اللحظة نتيجة الناس مشدودة وجائعة وخاتين الطعام قدامهم. أحيانا تجده سبحان الله يسمع أذان مثلا لمكة المكرمة وهو مثلا في إريتريا وهو في السودان، أذانك ما جاء لسه. فلا بد أن ينتبه الإنسان، وخصوصا قد يكون فارق التوقيت. لا بد من مراعاة فروق الوقت حتى لا نقع فيه. كثيرا ما تأتينا فتاوى سبحان الله في أنه والله يقول لك أنا أفطر قبل 5 دقائق. فهذه من الأشياء اللي حتى إن شاء الله لا يضيع الإنسان صيامه بالتعجل وعدم الحرص. ثم بعد ذلك على الإنسان أيضا التزام السنة في الإفطار. التزام السنة في الإفطار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطب. يا سلام. فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. فهذه سبحان الله التمر ثبت الآن إنه طبيا إنه والله مباشرة سريع الذوبان وسريع الهضم، ويذهب مباشرة إلى أن يغطي حاجات الجسم المباشرة. كثير من الناس يغفل عن هذا الموضوع، إما أن يقول لك يا أخي أنا ما بحب التمر أو لا أكل التمر، فنحن نقول له احرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير الكثير وفيها البركة. ولذلك
بعض الناس طبعا تفوتهم للأسف الشديد هذه الفضيلة وهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا بعد ذلك يمكن في هذه اللحظة الإنسان أيضا أن يحرص على تلمس أحوال جيرانه، تلمس أحوال الفقراء، أن يهدي بعض الهدايا لجيرانه مما طبخ. والتفقد خصوصا نحن مجتمعات كما ذكرنا مجتمعاتنا تكافلية بطبيعة الحال. صحيح. فالنساء عليهن أن ينتبهن إلى هذه المسألة. الرجل قد لا ينتبه كثيرا، لكن هو يمكن أن يذكر ويمكن أن ينبه ويأذن كذلك لزوجته في هذا الشهر المبارك، وحتى لا تتصرف في ماله دون إذنه، ينبهها أنه والله تتفقد تفقد الجيران ويفوضها، فإنه والله يجوز لها أن تعطي من الطبخ الذي تطبخه وهكذا. هذه على كلها قضايا إن شاء الله مهمة. ثم بطبيعة الحال بعد الإفطار الإنسان يدخل طبعا في موضوع صلاة العشاء والتراويح بعد أن صلى المغرب. أيضا هذه الفترة يحرص فيها الإنسان أنه التراويح لا تفوته قدر الإمكان. بعض الناس يقول التراويح هي سنة وليست واجبة، ويصلي الفرض ويخرج، أو يصلي هو ركعتين على كل السنة سبحان ويخرج. الله ما اتسم به هذا الشهر. أيه. هذه الثلاثية التي ذكرت، من صام رمضان وقام رمضان، فأنت هذين الركنين لا بد أن تحرص عليه. يعني لو أقصد هنا الركن ليس بالمعنى الفقهي، أنه يقوم الصيام على شهر رمضان على هذين الأمرين. نعم. إنه والله صيام في النهار وقيام في الليل. نعم. سبحان الله، ما الذي يستفيده الإنسان من هذين الأمرين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يشفع يوم القيامة الصيام ويشفع القرآن. الله أكبر. لاحظ هذا الأمر. فأنت عندما والله تتساهل في التراويح وتتساهل في القيام فقد فوتت أمرا عظيما. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ يأتي يوم القيامة الصيام فيقول إيه ربي لقد منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن إيه ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فأنت إذن أمام شفاعتين، شفاعة الصيام وشفاعة القرآن، فعلى المسلم ألا يفوتها. وهو من الهدي أيضا، من الهدي. ونحن دائما في خطبنا كلها نقول أفضل الهدي، أما بعد إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم رمضان، وكان أصحابه عليه الصلاة والسلام يقومون رمضان. فقضية إنه والله هي سنة أو غير سنة هذه صراحة لمن يريد السباق لا ينظر إليه، لا يلتفت إلى أنه سنة أو غير سنة، هو ينظر إلى شيء واحد، والله هذا الشهر شهر سباق، والله عز وجل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال وسارعوا فأنت في سباق. نعم. وهنا طبعا أن تحضرني سبحان الله تلك الأمة اللي كانت عند واحد من العلماء اسمه الوراق، فدائما يجدها تبكي فيقول لها ما بك، إن الله غفور رحيم وأن الله يتقبل أعمالك وأنت عابدة وأنت كذا. قالت والله لا أبكي في قضية الجنة والنار. طيب على إيش تبكي؟ قالت إن أبكي على حسرة السباق. هذه العبارة العظيمة، يعني هي كأنما موضوع الجنة الله هذه كده، يعني كأن هي تدرك أو كده أن الله لكن تقول هنالك حسرات يوم القيامة في السباق. بالله تصور لما وأنذرهم يوم الحسرة، الكل يتحسر. هذه حسرات السباق. الآن أنا سبحان الله كنت دائما في أكثر من برنامج أضرب نموذج للرياضيين في النهائيات، تجد الناس مشدودة، المصر والسنغال والقصص هذه، ثم يقول لك في اللحظة الأخيرة في ال5 دقائق الأخيرة فازت الدولة الفلانية، فتجد بعضهم يبكي وبعضهم يضرب فكيف بالله من تفوته الله المستعان. فهذه مسألة على كل أيضا لا بد أن ينتبه إليها إن شاء الله الناس ويحرصون على القيام. فإذا دخلوا مع الإمام إن شاء الله في صلاة التراويح الأفضل أن يتموا معه ولا يخرجوا. بعض الناس سبحان الله يخرجون. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن من دخل مع الإمام حتى ينتهي كتبت له قيام ليل. فإذا أنت إذا حضرت مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها ولم تفارقه فإن شاء الله يكون قد كتب لك في هذه الليلة. وهنا طبعا بطبيعة الحال خصوصا في العشر الأواخر نؤكد بشكل أكبر على العشر الأواخر هذه، إذا استطاع الإنسان أن يحرص من بداية التراويح إلى نهايتها دون أن يقطع فإن شاء الله هذه الليلة سجلت له 10 أيام الأخيرة بالذات. فهذا على كل باختصار جزء من البرامج. أيضا أنا أفضل أن يكون هذا الشهر مصحوبا بزيارة المرضى وتفقد أحوال الفقراء، أحوال المساكين، صلة الأرحام. يعني أنت مثلا في الشهر كله لو عندك مجموعة من الأقرباء
مهم جدا تتفقدهم وتقف عليهم. أيضا من القضايا المهمة التواصل عبر التلفونات للأرحام والوقوف على أحوالهم، كل ذلك يمكن أن يدخل معنا في إيه؟ أيضا أن يكون الإنسان عنده شيء من العمل الخيري في هذا الشهر المبارك. لا بد أن يكون عندك مثلا قضايا الزكاة وتوزيعها في هذا الشهر ذكرتم المبارك. هذا في بداية نعم، كل ذلك إن شاء الله من طيب يا شيخ حسن، المهمة قضية جداً. مهمة جدا. يعني كثير من الناس قد يفوته كثير من الناس قد يعني يستغل، أو نقول يعني الليل كله يفوته في مشاهدة المسلسلات، في الزيارات، في الأمور، ولا يستغل هذا الليل في مثلا يعني مجامعة أهله، مثلا كذا. فإنهم يسهرون طول الليل، الفراق اللي يحصل بينهم فراق كبير. إما أن الرجل يسهر مع أصحابه ويأتي عند السحور فيتسحر ويدخل عليه الفجر، وليس هناك وقت لمعاشرة أهله. فبعد الفجر، بعد صلاة الفجر، إذا ناموا وقعوا على الحرام. هذا يحصل كثير، وسمعنا ورأينا اتصالات كثيرة حول المشايخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في رجل يقول وقعت امرأتي في نهاية رمضان، وأخرى تقول له يعني أجبرني، وهكذا انتشر هذا بين الناس. والله عز وجل يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهل من توجيه في هذا؟ بارك الله فيك. للأسف الشديد تحول رمضان عندنا بفعل الإعلام، طبعا الإعلام التسويقي، الإعلام الذي ليس له هدف ينشده في ترسيخ القيم الفاضلة ومراعاة الأحكام الشرعية في الإعلام، أدى بنا في نهاية المطاف إلى أنه والله رمضان تعد كل الجهات الإعلامية أرصدتها في هذا الشهر، ولكن ليس بالشكل الجيد. للأسف الشديد تجدها كلها ترويجية تسويقية كسبية، وليست لا تؤسس لمفهوم التقوى الذي نحن ننشده. لو دخل الإنسان حقيقة بمفهوم ذلك ومن يعظم حرمات الله فإن ذلك فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا أردت أن تعرف أنه والله رمضان أثر فيك أو لم يؤثر، فانظر إلى مدى تعظيمك لهذا الشهر. هل أنت معظم للشهر؟ تعظيمك للشهر يظهر في تلاوة القرآن، تعظيمك للشهر يظهر في السباق الخير الذي تكلمنا عنه، تعظيمك للشهر يظهر في اجتناب الكبائر، اجتناب المحرمات، تعظيمك للشهر يظهر في ترك الصغائر والتفاهات وإضاعة الأوقات في الكشتينة وفي الضمنة وفي الأشياء التي ذكرت، وفي قضية أنه والله الليل كله في مسلسلات، في متابعة الرياضة، كل ذلك للأسف يعني نحن بعيدا الآن عن قضية حلال وحرام، لكنها حتما هي مضيعة إيه؟ مضيعة للوقت وتخرج. والعلماء أهل الأصول بالذات نصوا على أن كل عبادة، يقول الإمام الشاطبي لا بد عندما تقدم على العبادة أن تنظر إلى مراد الله ومقصوده فيها، فيكون مقصودك تبعا لمقصود الله. ما الذي يقصده الله من الصيام؟ تحقيق التقوى. مش قلنا لعلكم تتقون؟ إذن فليكن مقصودك في هذا الشهر تحقيق التقوى. طيب في قوله تعالى يا شيخ حسن كأن ثمة لفتة ربما يعني ربما توافقنا عليها أو لا توافق، وهي قوله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. كأن الآية أن ليالي رمضان ليالي الإخصاب وليالي الهبة للأولاد، لأن الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ثم قال وكلوا واشربوا. ما رأيك يا شيخ؟ الله يكرمك. هذه صراحة لفتة طيبة والقرآن سبحان الله لا تنقضي عجائبه. ويمكن دي من الأشياء اللي استفدتها الآن يعني الله يجزاك هي فائدة نتعلم منكم إن شاء الله. الله يجزاك. العفو. يعني أولا سبحان الله فالآن لا سبحان الله الذي يجعلني أنت فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هو وين سبحان الله اللفتة؟ لاحظ أنت، نحن الآن رمضان تكلمنا عن أنه النهار فيه حبس عن النفس عن هذه القضايا، الأكل والشرب والجماع. نعم. بطبيعة الحال الإنسان سيتساءل هل والله نتنسك تماما وننقطع؟ في البداية كانت فيها إشكال عند الصحابة نفسهم. نعم. كان عند الصحابة أنه من نام ثم استيقظ خلاص انتهى، لا يستطيع يقترب. نعم. فكانت لا أكل ولا شرب ولا جماع. لا شيء.
فالله سبحانه وتعالى عالج هذه المسألة، وكما تفضل أشار إلى أنه والله في هذا التوقيت من لحظة الغروب إلى لحظة طلوع الفجر ابتغوا فيها مع ما فيها من قربة إلى الله، لكن ابتغوا أيضا في ما يتعلق بتحصين النفس والتماس كما ذكرت أيضا التماس الولد. فسبحان الله قد يكون الإنسان الذي يقبل بهذه النية زي ما قال الصحابة رضوان الله، يعني نضع اللقمة يضع أحدنا في امرأته فيكون له صدق؟ قال نعم. ويأتي أحدنا امرأته شهوته قال أرأيت إن جعلها في حرام أكان عليه وزر؟ فخصوصا هنا ابتغوا مسألة إنه الإنسان لو التمس بركة شهر رمضان في الإتيان إلى أهله من جهة يحصن نفسه ويحصن أهله ويلتمس ما كتب الله له سبحانه وتعالى، فإن ذلك أيضا من الأشياء فعلا المهمة جدا جزاك الله خير التي يمكن يلتفت إليها. يقول أبو عبد الهادي، حي الله أبو عبد الهادي، يقول في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتاد وغيرهم، يعني الولد. يا سلام، قطع إذا قطع الله أكبر. يعني الولد معناته يعني سبحان الله كأنما الإنسان يبتغي في هذا الشهر، يعني الذين بيقطع حديثك الذين يعانون مثلا من العقم، الذين يعانون من مشاكل والولادة، فليالي رمضان ليالي مباركة. الله أكبر. نعم. يعني كأن الله يقول هذه ليالي مباركة ابتغوا الولد في هذه فإن لها التمسوها بهذا. نعم. الله أعلم. جزاك الله خير. نعم. شكرا يا عبد الهادي على هذا البحث الجميل واللفتة الجميلة، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. نعم. طيب شيخ حسن، نريد أن نختم برنامجنا بذكر بعض عادات الإريتريين في شهر رمضان المبارك في لمحة سريعة. إذا كان البرنامج لهم الحقيقة، لكن إن شاء الله نحن سنكون معكم مشاهدي الأكارم ليليا في قضايا إريتريا إن شاء الله تعالى. كل ليلة سنناقش قضية من القضايا بإذن الله تعالى، كونوا معنا. ولكن الآن نستمع لشيخنا في ختام هذه الحلقة، ماذا تقول؟ حقيقة بالنسبة لموضوع شهر رمضان عند شعبنا الأريتري هو يلتقي مع كثير من الشعوب في القضايا التي تحدثنا عنها، في الاهتمام برمضان، في استقبال رمضان، في التراويح، في الصيام. هذه القضايا المشتركة التي لها علاقة بالجانب الديني المحض يكاد يكون لا فرق بيننا وبين بقية الشعوب، لكن بطبيعة الحال لكل شعب لمسته في هذا الشهر المبارك. فنلاحظ مثلا الشعب الأريتري في مسألة الاستعدادات لشهر رمضان كغيره كذلك، لكن عندهم طبعا في مسألة الطعام ومسألة الإفطار ومسألة السحور لهم على كل تقاليدهم الخاصة وعاداتهم الخاصة التي يلتزمون بها. وكذلك عندهم موضوع السمر الليلي الذي يكون غالبا سواء للنساء أو للرجال، وكذلك التصافي مما يعني يتسم به كذلك الشعب الأريتري موضوعا التسامح في هذا الشهر، ويطلبون من بعضهم البعض كذلك التصافي، خروج الأطفال في الليلة الأولى بالذات إلى الشوارع وهم يفرحون بهذا الشهر. وهذا سبحان الله قضية الفرح بهذه القضايا أيضا مما يؤجر الإنسان عليه، يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد واحدة من الجواري أمسكت دفا وهي تغني بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يكره قضية الدف وكذا، لكن لأنها نذرت أنها تفرح بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك إن شاء الله الفرح بمقدم شهر رمضان واعتباره شهر الطاعات هذا كله أيضا مما يشتهر به عموما شعبنا الأريتري. ولنا كذلك عاداتنا وتقاليدنا الخاصة في المآكل، يعني عندنا موضوع العصيدة، وعند موضوع الزقني، وعند موضوع الشيرو، وعند موضوع المديدة الحلبة، المديدة اللي يسمي الشوربة الساخن. هذه كلها على كل من الأشياء التي يتسم بها، والسمبوسة والمقلية دي كلها طبعا من الأشياء حقيقة التي يتصف بها الشعب الأريتري. عندنا أيضا من العادات الطيبة جدا ونشترك فيها مع جيراننا كذلك، هي موضوع سبحان الله مائدة الرحمن، وهو أن الناس يرسلون حتى وهو يفطر في بيته لكن يرسل إلى المسجد شيئا من طعامه عابر السبيل أو الفقراء والمساكين. وهذه عادة صراحة نحض عليها حتى تبقى إن شاء الله من العادات الطيبة في المجتمعات، أنه الإنسان لما يأتي إلى منطقة ما يعرف أحيانا لا يعرف الناس فيذهب إلى المسجد
فلا بد أن نلفت الأسر لأنه والله تخص شيئا من طعامها، وربما هذا الذي سيبقى لها عند الله سبحانه وتعالى. فنحرص على هذا النوع أيضا إن شاء الله من الأعمال. بارك الله فيك. مشاهدي الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم. باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل على الشيخ الدكتور حسن سلمان على هذا البيان وعلى هذا الطرح الجميل، ونشكركم أيضا على المتابعة والمشاهدة. مشاهدي الأكارم، صلى الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه ويتقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلقاكم إن شاء الله في ليالي رمضان كما وعدتكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لخيري القول والعمل، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.